أهلا وسهلا بيكم طلاب وطالبات وأبطال الصف الثاني الثانوي. هناخد النهاردة مراجعة دين مسيحي ليلة الامتحان. وما ننساش لو مش مشتركين في القناة نعمل اشتراك من العلامة الحمراء اللي جنب اسم القناة، ولايك وشير عشان الكل يستفيد. ولو عندكم أي تعليقات اكتبوها لي في الكومنتات، وما تنسوش تكتبوا لي زي ما احنا متعودين انتوا منين هي بلد موجودة وبتتابعوني منين هي بلد. ويلا بينا ندخل على طول على المراجعة. نسيت اقول لكم قبل ما نبتدي ان احنا بنشكر الاكليريكي استاذ اشرف على المراجعه دي. ويلا نبدا مع بعض. السؤال الاول بيقول: صلى نحمية عند هدم اسوار اورشليم. هقرا لكم السؤال بالاجابه ماشي زي ما احنا متعودين يا شباب. وصلى يونان في جوف الحوت. الايه الثانيه او السؤال الثاني. السؤال الاول هقول لكم السؤال بالاجابه على طول يا ابطال زي ما انتم متعودين، وانتوا بصوا للفيديو طول ما احنا بنراجع مع بعض عشان ما يفوتكمش حاجه. صلى نحمية عند هدم اسوار اورشليم، وصلى يونان في جوف الحوت. رقم 2: ايها الرب اله السماء الاله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمه لمحبيه وحافظي وصاياه. رقم 3: صلى دانيال في جب الأسود. أما صلاة دانيال النبي أو داود النبي معلش، فهي مثال العمل لصلاة الحب للرب. رقم 4 دي قالتها من العذراء لما قالت: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. السؤال اللي بعد كده رقم 5: وأعطي على طول الإجابة: وأعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة. يبقى نقول تاني: واعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة. ده قالها نحمية. طيب، تعلمت السيدة العذراء حياة الاتضاع أو الصمت الممزوجة بالصلاة والتأمل في الهيكل. تعالوا بسرعة ناخد صح وغلط في السريع كده. هنقول رقم 1. خلي بالكم يا ولاد قبل ما أقول دايما تقروا ضع علامة صح أو خطأ. خلي بالكم في آخر السؤال بيقول مع التصحيح. لو قال مع التصحيح دي عليها نص الدرجة يا ولاد، عشان انتوا ساعات تعملوا صح أو غلط في ورقة الإجابة وتنسوا التصحيح. خدوا بالكم قوي من النقطة دي. اكتبوا لي برضو في الكومنتات انتوا بتنسوا ولا بتكتبوها. السيد المسيح تم اختتانه كباقي الذكور، صح. كان يقوم بعملية الختان في العهد القديم رب البيت، صح. مجموعة الأسئلة اللي بعد كده: من رموز الكنيسة المذبح، الهيكل، الفردوس الأول، خيمة الاجتماع، ولا كل ما سبق؟ طبعا كل ما سبق. وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة فيشتهيها فقد زنى بها في رأسه، فكره، قلبه وبطنه، طبعا في قلبه. الختان المذكور في الكتاب المقدس هو ختان الذكور فقط ولا ختان الإناث، ولا ختان الذكور والإناث؟ طبعا ختان الذكور فقط. طيب تعالوا الأعمدة اليمين والشمال ونكتب الإجابة. بصوا يا ولاد احنا بنكتب الإجابة ايه؟ بنكتب الجملة ونكتب قدامها اللي اخترناه من العمود التاني لو احنا بنحل في ورقة إجابة خارجية. لو بنحل في ورقة الأسئلة خلاص اوكي، اعملوا الأرقام في النقط اللي حطيتها من العمود ده أو في العمود ده. هنقول رقم 1 بيقول: تعالج الخوف وتعطي السلام وصبر وتحمل وتواضع. ايه هي؟ طبعا هي فضيلة الشجاعة. تجعل الإنسان حليما حكيما مع من حوله. دي اللي هي ايه؟ هي فضيلة التواضع. تعلن أو تعني الإخلاص والوفاء في كل عطايا الله، سواء عطايا مادية أو روحية. اللي هي ايه؟ الأمانة. الأمانة هي اللي بتعني الإخلاص والوفاء في كل عطية خدناها من ربنا. ودي صعبة يا ولاد تطبيقها على فكرة، ومش سهل ان الانسان يكون امين عشان يسمع في الاخر: كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. ولما يجي يخش يقول له: نعما ايها العبد الصالح والامين. الامانة دي اكتر حاجة ربنا بيحبها، لان بعديها يا اما مفيش امانة تجيب لك كل الخطايا، يا اما في امانة تديك كل النعم وكل العطايا. طيب هناخد المجموعة الجاية الصفحة الجاية. بس قبل ما نكمل ما تنسوش عشان تتنشر المادة الدينية بتبقى قناة معروفة او فيها كل المراجعات، متنسوش تعملوا اشتراك من العلامة الحمراء اللي جنب اسم القناة.